شيماء راها مريضه. انا حطيت لكم فيديو وشرحت لكم شنو كاينه. المهم الكونت ديالها راه محلول عندي في التليفون، وبالنسبه للناس اللي زعما ما كتجاوبكمش راه الحاله ديالها صعيبه شويه، يعني ما تقدرش تتواصل معها. الحاجه الوحيده اللي غنزيد نقول في هذا السطوري هذا هي حسبي الله ونعم الوكيل، ولا يفلح السحر حيث اتى. وانتي اللي خليتي ديك الانسانه في هذه الحاله هذه اللي ما بقيتي كتقدر تنعس الا بالدوايات، راه ربي كيشوف وربي يخلصك. عييت اخويا والله الا عييت وكرهت راسي انا كاع بس نحس براسي نهار على نهار كيزيد يخوى كيتكلخ، ما عرفتش غادي ندير. نهار على نهار كيزيد يخوى كيتكلخ، ما عرفتش غادي ندير. نمشي غادي كيصعب، نمشي ولا بحال قدام. فقت من النعاس كنضرب في تيك توك كتبان لي صاحبه شيماء اللي معاها في اسبانيا لاحوا واحد الفيديو على قبل شيماء. تواصلت مع البنت قلت لها كي دايره شيماء، سقسيت عليها. صراحه شيماء في حاله خايبه بزاف، تعرضت للتوكال للسحر. يعني لا يفلح الساحر من حيث اتى. يعني من الدريه ريسكات براسها غاده باش تقاتل على دارهم، على والديها، على خوتها. كتلقى هذا التعرض هذا ما بنادم كيأذي اخوه المسلم صعيبه بزاف. فالبنت صاحبتها قالت لي شرحي للناس شنو كاين. بغيت نقول لكم باللي راه شيماء في واحد الحاله اللي خاصها الدعاء، دعيو معها بالشفاء ان شاء الله. توكال صعيب، السحر اصعب، كلشي صعيب. اللي بغيت نفهم هذا البنادم هذا اللي كيمشي يأذي خوها صاحبي، تأذيها بالسحر. البنت غدا كتساكريفي على روحها على راسها صاحبي.